النظام التبوني. الخطأ المهم والكبير والرئيسي اللي داروه هو أنهم تم إقحام الشعب المغربي والشعب الجزائري في المعركة، أو بعبارة أخرى تم استفزاز الشعب المغربي. كان فيما سبق كان الشعب المغربي يتغاضى عن الكثير من الأشياء، كان يتغاضى عن الكثير من الأشياء تحت إطار الأخوة والعلاقات والجيرة وكل شيء. لكن الخطأ الفادح أن تم استفزاز الشعب المغربي من طرف العسكر، يعني تم تم بث السموم من طرف الإعلام الجزائري، وبالتالي اضطر الشعب المغربي للتدخل للدفاع عن نفسه. فرأينا كيف تم كشف أم حسن، ورأينا كيف تم كشف جميع الأكاذيب نتاع النظام الجزائري، وبالتالي تعرية النظام الجزائري. يعني كل الأكاذيب اللي كان المجموعة من الناس كانوا كيتيقوها، ببادئ مليون ونص شهيد ومجموعة من الأشياء اللي كانوا كاع الشعوب العربية كيتيقوها، تم كشفوها في لايفات أشرف أسعد الشرعي. لايفات أسعد الشرعي كشفت جميع الأكاذيب نتاع النظام الجزائري. لو أن النظام الجزائري ما استفزش الشعب المغربي، ما نظنش كان غادي يوصل لهاد الدرجة. ما نظنش غادي يبان كالطفل البليد. يعني الحكومة المغربية ما ردتش عليه، ما ردتش على الاستفزازات نتاع الحكومة الجزائرية، بما في ذلك دولة مملكة الرذيلة والمخزن والنظام العامل والتطبيع وكل هذه الترهات رد عليها فقط التيكتوكيين، رد عليها فقط رجال التواصل الاجتماعي، مما جعل الناس كيشوفوا أن دولة تتواجه مع مواطنين بسطاء، وفيما الدولة الأخرى لا تعير لها بالا. يعني المغاربة، الدبلوماسية المغربية لا تعير لها بالا الدبلوماسية الجزائرية. شكون اللي كيرد على الحكومة الجزائرية؟ كيرد عليها التيكتوكيين، كيرد عليها أبرنوس، وكيرد عليها ولد العاصمة، وكيرد عليها فروحي، وكيرد عليها بحال هاد الناس هادو هما اللي كيردوا عليهم. يعني الدولة الجزائرية نزلت إلى مستوى وناس بسيطين جدا. يعني ما غادي يكون أبرنوس ولا غادي يكون كاع ما عندهمش هذيك الخبرة الدبلوماسية اللي غادي يقدروا يواجهوا دولة، لكنهم بكل بساطة تمت إناخة الدولة الجزائرية، تم تمريغ أنف الدولة الجزائرية من طرف تيكتوكيين بسطاء. هذا هو الخطأ الفادح الذي ارتكبته الدولة الجزائرية. أنا كنشوف هذا هو أكبر خطأ. أما بالنسبة لقطع العلاقات وهذه المشاكل، كان بالإمكان أنها تستدارك هذا الموضوع، ولكن ملي ولات كتجاذب وكتشاد مع الشعب المغربي، كبرات القضية، ما بقاش دخلت لديك النقطة ديال اللا عودة، ديك الانفه الفارغه اللي راه عندهم ما يمكنش عاد نرجعوا صافي، لان دخلوا في صراع كبير، وسعوا الدائره، توسعت الدائره. نعم. وشكرا. هذا هو بارك الله فيك أخي. هذا هو اللي بان لي انا. نعم السلام أخي، عليكم شكرا ورحمه لك الله. على المداخلة، تحية لك. ربما أكثر ما استفدت من المداخلة هو أنه من أفضل عمي تبون أن الشعب المغربي انتبه للعداء الجزائري، وانتبه أن هذا النظام وجزء كبير من الشعب الجزائري أيضا يحقد ويكره كل ما هو مغربي، ولا يتوانى عن بث سمومه وتشويه سمعة المغاربة وسمعة المغرب. وهذا طبعا أيضا من أفضل عمي تبون، ومن المسائل التي جناها الإنسان المغربي على الأقل أن بسطاء المغرب علموا بأن هذه الدولة هي دولة عدوة، وبدأوا يراجعون التاريخ ليطلعوا على أحقادهم، وهذه في حد ذاتها مكسب كبير للمغاربة. أخي عمر رجعت. أخي عمر. نعم يا أخي، أنا في الاستماع.
تفضل اخي تفضل، ونتمنى تكون مداخله في صلب الموضوع. تفضل. السلام عليكم. السلام أخي سعد، الإخوان الأخوات. أنا غادي نحاول نجاوب على السؤال ديالك وفي 3 ديال النقاط، ونتمنى ما نخرجش على الموضوع، وإلا كاين شي تعقيب ولا شي حاجة أخي سعد لك كل الصلاحيات تصلح لي المسألة. بارك الله فيك اخي تفضل. وسمحوا لي العربية ديالي الفصحى ضعيفة شيئا ما، وغادي نبدا. ممكن اخي عمر تكلم بالدارجه، خذ راحتك، لان انت غير مجبر انك تتكلم باللغه العربيه. اذا كانت الدارجه يعني تسهل عليك المسائل الماموريه يكون افضل. تفضل اخي. واخا خويا. الوغ غادي نهضر في 3 ديال المسائل. بالنسبه للسؤال ديالك، ماذا استفاد المغرب من هاد المسائل العدوانيه اللي كيديرها النظام الجزائري على المغرب؟ نبدا بالقضيه الاولى اللي بان لي انا شخصيا بالنسبه لقطع الغاز. قطع الغاز قال لك حنا كيقول عندنا المثل المغربي اللي عضو الحنش كيخاف من الحبل، وحيت كدوز عليك ما كتعاودش الحاجه. يعني دفع المغرب انه، والحمد لله في المنطقه دوارزات هذه المساله شفتها غير مؤخرا، اكبر مساحه نتاع الطاقه الشمسيه جهه ورزازات اللي كتغطي تقريبا 9 ديال المليون ديال الناس. هذه وحده ما نعرف واش كاذب، وتقدروا تعقبوا عليا وتبحثوا في هذه المساله يمكن صحيحه ولا ما صحيحاش، ولكن كنعرف بان كاين واحد المشروع كبير وراه خدام ديال الطاقه الشمسيه. ثاني حاجه، قطع الغاز ادى المغرب انه يدير الاتفاقيات مع دول الساحل ويديروا واحد الانبوب ضخم اللي غادي يدوز على المحيط الاطلسي، وخاصه المياه المغربيه في المحيط الاطلسي. وهذا شيء كبير اللي جعل حتى الدول الافريقيه تساهم وتشارك المغرب في هذا المشروع وتعترف له بالصحراء ديالو اللي راه ديالو من الاول على الاساس. غير حيت كانت المساله في منظمه الدول الافريقيه وفي منظمه الدول الامن العالمي، ما عرفاش كيقولوا لها، يعني غير باش تكون موثقه ديفينيتيفمون، يعني بصفه نهائيه. ثالث حاجه يا اخي، مساله قطع الحدود. هذا النظام هذا اللي قطع الحدود اشنو دار المغرب؟ من الجهه ديال المحيط الاطلسي ما عندوش الاذى، ما عندوش اللي يوصلوا. من الجهه الشرقيه اللي عندنا الاذى، وكاع دوك العصابات اللي كيتكونوا على ما كتشوفوا في الاخبار الاخيره، وهذا الشيء المشكل مع ليبيا، المشكل مع مالي، يعني كاع الجبهات مخلطين فيهم عباد الله، ها الترك ها ايران ها روسيا يعني هذاك القطع ديال الحدود نجا المغرب، والله يجازيه بخير هذا النظام الجزائري اللي دار هذه المساله هذه. قطع الحدود كومسا راه حنا مهنيين منهم، ومهنيين من المشاكل اللي غتجينا من جهته، من جهه الشرق ديالو. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه يا اخي، حيت كان